بطل تتعب نفسك عشان تكسب رضا الناس. عارف ايه مشكله معظمنا؟ هيقولوا عليا ايه؟ بص يا صاحبي، الناس اللي انت عامل حساب لزعلهم وانتقادهم دول اقصى حاجه هيدوك 10 ثواني من وقتهم. لو انت بتعمل محتوى مثلا ان هم بيقلبوا في الموبايل، بص ده بيعمل ايه، بص ده فشل ازاي، وبعدها بيكملوا حياتهم، بياكلوا بيشربوا بيناموا، وانت يا عيني بتفضل سهران تفكر وتعب نفسك عشان كلمه هم قالوها ونسيوها. الحقيقه بقى هنا ان الناس كده كده بتتكلم. لو قعدت في البيت هيقولوا ده فاشل، لو نزلت تشتغل شغلانه بسيطه هيقولوا يا عيني ده مسكين، لو نجحت وبقى معاك فلوس هيقولوا يا عم ده محظوظ. بما ان لسانهم ما بيقفش والناس مش هتبطل كلام، طب ما تخليهم يتكلموا وانت بتعد فلوسك وانت محقق نجاح، مش وانت قاعد بقالك سنين خايف من كلامهم. عارف مين الشخص اللي بينتقدك وبيتريق عليك بجد؟ اللي كان نفسه يعمل اللي انت بتعمله بس هو ما عندوش شجاعة ان هو يعمله. بص يا صاحبي، كده كده مفيش خلاف على الكلام ده، كل حاجة ولها ضريبة. ضريبة النجاح هي الانتقاد. لو مفيش حد في الحياة كلها بينتقدك يبقى انت غالبا ما عملتش حاجة تذكر في حياتك، ما عملتش اي حاجة في حياتك. شوف الحاجة اللي انت نفسك تعملها بجد وسيبك من كلام الناس ده، اقسم بالله ما بياكل عيش، اقسم بالله ما بيجيبش غير ورا. اعمل الحاجه اللي انت نفسك تعملها، كلام الناس ده خليه ورا ظهرك. دي نصيحه اخويه، بطلع في الفيديوهات دي بتكلم براحتي، وهي دي فكره القناه عامه للي ما يعرفش.